في الفيديو بقى ده الحل النهائي لمشكلة حامل المصحف اللي موجودة عند كل الناس اللي بيشتغلوا ريزن. ناس كتير بتبقى خايفة انها تعمل حامل المصحف علشان خايفة ان هو ما يتصلبش معاها او يتني او ينعوج او ينام خالص على الارض. هنعرف كل التفاصيل دي معاكم تسبيح واقول لكم الحل السحري النهائي للمشكلة دي. اللي احنا هنستخدمه معانا زي ما انتم شايفين معايا القوالب بتاعتي، هستخدم جرافيتي ريزن المالتي يوز، وطبعا ما تنسوش ان في كود TA4 دوت تقدروا تستخدموه وتاخدوا خصم 10% على كل منتجات جرافيتي ستور. خلاص، هيبقى معايا كمان الاحجار دي والاحجار او الزلط دوت، هيبقى معايا الالوان لون ابيض برضو من جرافيتي ريزن والوان مايكا، وهعمل معاكم حامل مصحف عادي جدا زي ما عملناه قبل كده كذا مرة. هو الابيض معاه شفاف ورق دهب. خلاص، مشكلة كبيرة جدا يا جماعة بتواجه كل الناس بتوع الريزن، ان هم لما بيجوا يعملوا حامل المصحف ان هو ما بيوقفش، ما بيفضلش واقف متصلب حلو، لازم بيتني، لازم بان هو بدل ما يبقى مرتفع لا بينام. والموضوع دوت جالي عنه شكاوي كتير جدا جدا جدا، وده بيختلف حسب نوع الريزن وحسب انتي اشتغلتي بيه في الجو ايه. كل الظروف دي بتأثر معانا وليها حلول هقولها لكم في اخر الفيديو. يعني انا في اخر الفيديو هقول لكم ايه الحلول الطبيعية، بس دلوقتي انا معايا الحل السحري الفظيع بجد اللي هيحل معانا كل المشاكل دي. خلاص، ولا بقى هيفرق معاكم نوع ريزن ولا هيفرق معاكم الجو ولا هيفرق معاكم اي حاجة خالص. كملوا معايا الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل دي، وجايباها مخصوص عشانكم من كتر ما بجد انا اتسألت في الموضوع ده. طيب اول حاجة طبعا هنجيب الميزان بتاعنا والكوباية فاضية، نبدأ نحط الريزن بتاعنا. اول حاجة هنحط الريزن بتاعنا، وبعد كده نقفل الميزان، نفتح الميزان تاني عشان نحط المصلب بتاعنا. خلاص، انا حطيت الخليط بتاعي وبدات ان انا اقلبه. زي ما انتم شايفين انا عامله كوبايتين علشان عايزه حبه هعملهم للورق الدهب وحبه هيبقى للابيض. وكنت حطاهم في ايه؟ كنت حطاهم في حمام ميه سخنه، يعني علبه فيها ميه سخنه علشان خاطر احسس الريزن بتاعي ان احنا في الصيف، لان طبعا احنا دلوقتي في الشتاء والدنيا برد، واضيع منه البابلز على قد ما اقدر، ودوت بيساعد على لمعان القطعه وكمان تصلبها. خلاص، طيب بدات ان انا احط الوان المايكا بتاعتي واللون البيجمنت الابيض اللي انا جايباه من جرافيتي ريزن، وهقلبه خالص كده زي ما انتم شايفين. وكمان الشفاف هقلبه وهيبقى جاهز ان احنا نحط بعد كده ايه ورق الذهب. طيب ايه بقى القصة هنا دلوقتي يا جماعة؟ احنا لما بنشتغل بالريزن بتاعنا ونعمل حامل المصحف، ناس كتير بتبقى فاتحة الحامل وسابته خلاص، خلصنا القطعة بتاعتنا وفكيناها من القالب وركبوا حامل المصحف، يجوا تاني يوم لقوه نايم خالص على الارض، القطعتين فتحوا جدا وناموا على الارض، او ان هو اتنى بطريقة ما، او ان هو طري. كل المشاكل دي بتبقى بسبب ان هو ما تصلبش كويس، عايز وقت اكتر. هحكي لكم عن النقطه دي تاني بعدين. كسر ازاز رفيع جدا جدا وشفاف، او احجار شفافه صغيره قوي، او حتى زلط، او حتى احجار ملونه. لو فهمتوا الفكره هتعرفوا انتوا تقدروا توظفوها مع الديزاين بتاعكم ازاي، وتقدروا توظفوها مع الخامات الموجوده عندكم كمان. طب انا عرفت الفكره منين؟ انا عرفت الفكره من مديره التسويق بتاعه جرافيتي ريزن، هي اللي قالت لي الفكره دي. كنا بنتناقش في فكرة ان الحوامل المصحف اللي بياخد وقت كتير الريزن علشان يتصلب، لا ما بيتصلبش، لا بيعمل ايه، الحوارات دي كلها. ومن هنا اقترحت عليا الفكرة دي. الصراحة الفكرة عجبتني جدا جدا جدا، وقلت ان انا لازم اجربها واعرفكم النتيجة، علشان ناس كتير جدا بتواجهها المشكلة دي وبيبعتولي. فبجد الحل ده سحر يا جماعة، وهيوفر عليكم بقى نوع الريزن بتاعنا ايه، لا الجو عندنا عامل ازاي، لا المش خلاص انتي اعملي حامل المصحف وانتي واثقه ومتاكده وضامنه عمره ما هيتني معاكي، وان التصلب هيبقى قوي. الفكره بقى لما هي قالتها لي ان هم عندهم كسر ازاز ناعم قوي 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 بيبيعوه، ان هو انت بتجيبي القالب بتاعك وبتروحي حاطه فيه كله من الكسر الازاز ده، وبعد كده بتصبي عليه اول طبقه ريزن، فبالتالي عمرها ما هتتني، لان خلاص الريزن هيمسك مع الازاز، هتبقى كتله قويه جدا مش هتتكسر معاكم ولا يحصل لها حاجه. وده اللي انا فكرت
فكرت ان انا اعمله، كان عندي احجار شفافة زي ما انتوا شايفين كده، قررت احطها في الحتة الشفافة، والصراحة كنت قلقانة جدا هل هيبان لها علامات، هيبان تقسيمة، هيبان اي حاجة. انا ما حطيتش الورق الذهب علشان نقدر نلاحظ هو هيحصل ايه، هيبان علامات ولا لا. صراحة يا جماعة ما بانش علامات خالص، فده دليل او ده معناه ان انتوا لو هتشتغلوا حامل مصحف شفاف تقدروا تعملوا الفكرة دي، بس يكون عندكم كسر ازاز ناعم قوي او احجار شفافة تقدروا تحطوها عشان ما تبانش خالص معاكم. خلاص انا بعد كده احط عليها ورق الدهب. بس جيت في الابيض قلت اجرب حاجه تانية، لان انا الصراحه عايزه الاحجار دي ما استخدمهاش في كلها في الستاند دوت. خلاص فقررت ان انا طب ما اخد الزلط الابيض ده، كنت جايبه زلط زغنطوط كده على اساس ان انا لو عملت حاجه بتاعت بحر حاجه كده احطها. طب ما انا اخد الزلط الابيض دوت، وطبعا زي ما انتم ملاحظين ان في بعض القطع مصفره شويه، وقلت مش مشكله مش هيفرق معايا. بقى حته فاضيه واملوا كل الاماكن اللي قدامكم دي بالزلط زي ما انتم شايفين كده. ومهم جدا كمان ملحوظه او نصيحه ان يبقى كميه الريزن بتاعتكم عاليه، ما تبقاش واطيه، بحيث ان الريزن يغطي على الزلط او ان الزلط يغرز جوه. خلاص انتوا هتلاقوا ان انا بعد ما اخلص القطعه دي هلاقي ناحيه من الناحيه اللي هي الشمال، بصوا شايفين ازاي الزلط بيغرز تحت، لان كان فيها كميه ريزن اكتر من الناحيه اللي في اليمين. وعلشان كده بعد ما هتنشف معايا الطبقه دي هلاحظ ان هو لا ده في اثار موجوده للزلط دوت، وبالتالي هعمل طبقه ريزن تانية علشان اداري عليه. فمهم جدا كده ان انتوا لو عايزين تحطوا زلط او تحطوا يعني احجار او ازاز او حاجه حجمها كبير شويه، لا تبقى انتوا عاملين طبقه ريزن محترمه تداريها. وده معناه كمان ان احنا نقدر نشتغل بقى الوان، يعني الشفاف هنحط فيه ازاز شفاف، ولعلمكم ان حتى لو عندكم مثلا شكل شفاف ممكن تحطوا فيه ازاز الوان بقى مكسر مع بعض. متهيألي ان ده ممكن يدي كمان تأثير مختلف وجميل جدا، وممكن حاجه زي دي نجربها وتبقى فكره حلوه قوي ككوستر كمان. أنا بحاول أنقل لكم دايما الحاجات المميزة والمختلفة، وحل لكم المشاكل اللي بتواجهكم وطبعا بتواجهني أنا كمان معاكم. وبعد كده كل واحد يسرح بخياله ازاي يقدر يطلع من الأفكار دي حاجة أحلى وأحلى، ونفضل نطور طول ما احنا قاعدين كده نطور مع بعض. يعني هي اللي هي مديرة التسويق قالت لي على الإزاز الناعم، أنا بدأت إن أنا أدخل الزلط. اللي غيري بقى انتوا ممكن تدخلوا ايه، ممكن تدخلوا أي خامة تانية بحيث إن احنا نضمن إن القطعة بتاعتنا تكون مفرودة. وكمان إن احنا ندخل خامة ده هيدي معانا كمان تأثير حلو قوي في الديزاين، فكل واحد يفكر. خلاص انا هنا كل ده ما اعرفش النتيجه، يا ترى هيطلع حلو، يا ترى هيطلع برضو بالتاني، يا ترى اخبار التصلب ايه، كل دوت هنشوفه مع بعض في الاخر. اوكي بدأت عملت كمان هنا حطيت الورق الدهب بتاعي زي ما انتم شايفين اهو، وهنا كان الريزن بدأ يتقل شوية، استخدمت بقى حطيت عليه من البودرة الميتاليك الذهبي اللي هي فيمو اللي عندي، وبدأت ان انا اعمل العلامات اللي هو عادي زي اي حامل مصحف. انا عملت حامل المصحف الابيض ده قبل كده معاكم، هتلاقوه في الفيديوهات اللي عايز يتفرج عليه بالتفصيل. هنا زي ما انتم شايفين حطيت الورق الذهب، وشايفين كده في الريزن مش متساوي مع كله، لان انا زي ما قلت لكم صبيت طبقه تانية علشان خاطر اضمن ان انا الحجر او الزلط بتاعي مش باين خالص، وزي ما انتم شايفين هو مش باين خالص. جبت عندي بقى الكتابه بتاعتي على فينيل وهبدا ان انا احطها. طبعا لما نيجي ننقل كتابه الفينيل على قطعه الريزن لازم تكون نشفت جدا، علشان حتى يا جماعه لو ما بتبصمش بس لسه مش ناشفه قوي، السلوتيب او التيب بتاع الفينيل لما نيجي نشده بيعمل لنا علامات عليها. فمهم جدا تاخدوا بالكم من النقطه دي. بدات ان انا احطه وزعه عادي جدا زي اي قطعه بتعملوها. وكده احنا القطعه بتاعتنا اولا بصوا بقت اجمد كتير، مش هتتني، ومن اول ما هتطلعوهم القالب، يعني احنا مش هنستناها بقى اسبوع اسبوعين والكلام ده، لا من اول ما تطلعوهم القالب هي قويه جدا. خلاص حاجه تانية ان هو كمان هيوفر معاكم في الريزن، ما هو الزلط ده او الاحجار او الازاز لو انتوا كمان مليتوا القالب كله انتوا اخدتوا مساحه من الريزن، فانتوا وفرتوا كمان في الريزن بتاعكم وطلع لكم قطعه اكتر جوده واكتر قوه. خلاص هنا بدأت ان انا احط بقى طبقة الريزن النهائية بتاعتي علشان املى القطعة. وهنا بصوا بدأت بقى بعد ما خلص طبعا ان انا بفتحها، بس تقريبا كان في حاجة مغيمة في العدسة بتاعة الكاميرا، فمعلش سوري ان التصوير مغيم شوية.
طبعا بصوا زي ما انا شايفين انا بطلعه، طبعا في حاجات كتير عاوزة تتصنفر طالعة مني، مفيش مشكلة هنصنفرها عادي جدا. وزي ما انتوا شايفين ان الوش مش ظاهر عليه اي زلط خالص. اوكي، بس هنا بقى المفاجأة ان الزلط هيبقى ظاهر ورا. الاحجار الازاز يا جماعه اللي هي الزغنطوطه دي مش ظاهره، طبعا هو مش ظاهر في الملمس، هو ظاهر بس في النقط، يعني احنا قادرين نشوفه، انما الشفاف مش ظاهر نهائي نهائي نهائي. فلو انتوا عندكم ازاز شفاف او احجار شفافه طبعا اشتغلوا بيها، هتبقى النتيجه حلوه. بس انا صراحه ما زعلتش من منظر الاحجار، وان الناحيتين زي بعض، حسيتهم ان هو كتكمله للديزاين او شكل كاني قصداها يعني. خلاص، وهنا كانت النتيجة في الاخر. بصوا هي بجد مش باين في الشفاف نهائي، وده اللي انا كنت خايفة منه، قوي جدا. واحنا خلاص احنا مش محتاجين نستنى. طبعا لو انتوا نوع الريزن بتاعكم بقى ما عملتوش الفكرة دي، نوع الريزن بتاعكم فيه طراوة شوية، بنضطر ان احنا نستناه من 10 ايام لاسبوعين محطوط على ترابيزة او مسطح مفروض علشان يتصلب معانا. فهو في الاخر هيتصلب بس هياخد وقت طويل قوي. فالاضمن اعملوا الفكرة دي، هتعجبكم جدا، ولازم تكتبوا لي رأيكم في الفكرة دي، ومتنسوش اللايك والكومنت. سلام عليكم.